حسب المعلومات اللي عندي ان العمال لم يشاركوا في محل. العمال الالاف اللي في الصوره دي يعني الالاف دول ممكن يكونوا هناك عناصر جاءت من خارج مدينه المحل كما قال سياده اللواء. بالالاف عناصر مدفوعه ومنظمه. اللي نقول ما هي سبب هذه الاضرابات او موجه الاحتجاجات العامه؟ اول ان هي الغلاء، ارتفاع الاسعار، كبت قهر، يعني انسداد سياسي. ده جانب لا يمكن ان نغفله ابدا، هو الاساس لكل موجات الاضطراب الاجتماعي اللي بتحصل في مصر والكل يعلمها. لكن اللي حصل في المحله بقى امبارح بالتحديد ليه شقين. شق اللي هو اضراب العمال وهو لم يتم، واحنا بنحترم ارادتهم، هم لهم الياتهم ونحترم ارادتهم. العمال التزموا بوردياتهم كامله. شق اخر مدينه المحله اضربت اضراب سلمي هادئ محترم ايضا راقي حضاري زي ما عمل العمال قبل كده، وهذا كان مجال احترام الجميع ولا بتدخل احد. الشق الاخر بقى اللي هو بعد خروج الورديه بعد الساعه 4 حصل فيه حاجتين رئيسيتين يجب ان نفرق بينهم بوضوح. حصل نوع من ان المحلويه طالعين يتفرجوا الشركه ما تخرج هيحصل ايه؟ حصل فيه توافد وتجمع. فضول، يعني بتقول ان الفضول كان هو سبب التجمع. الفضول شويه كده وقفوا هاتفوا شويه الفات اللي هي ماليه كل المصريين، غضب ضيق غلا بلاء. فحصل معهم تعامل امني عنيف جدا جدا جدا، وبدا الناس تتوافد وتتجمع وتتفرج، والناس تهتف هنا تهتف برضه هتافات كلها عشوائيه مش مرتبه، عمال ومحلويه وكل، وبدا يحصل اشتباكات 5 6 7 اماكن. بعد ساعه ساعتين اقدر اقول ان الامر تحول الى شيء، وده بقى اللي احنا يعني كلنا مجمعين يقينا عليه، ما بين اضراب سلمي في الصباح، اضراب لم يتم في الشركه، ما بين تظاهرات عفويه الامن اتعامل معاها كتير قوي، وان كنت انا يعني الوم ان تم معاها بقسوه. لكن الشيء الاخر بقى اللي هو بدا تقريبا من الساعه 7 لحد الساعه 11 1 2 بالليل، وهذا الذي لا يعقله احد ولا يرضاه احد، مسلم مسيحي اخوان ووطني، حصل نوع من التدمير. شيء انا حزنت 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 حزنت. انا لفيت المحله بعد الساعه 1 بالليل، شيء لا يتخيله احد ولا يقبله اي احد تحت اي منطق. وهذا ما انا كنائب اخوان كنت او نقول يا اخواننا لا يصح ان احنا نقول للناس يعني اضربوا بس كده وخلاص. لا، لابد من فيه، يعني دي عمليه سياسيه مش بسيطه، وحق الاضراب ده حق جميل، حق مشروع والكل بيحترمه. وموجه التصاعد الاجتماعي دي المحترمه ارجو اخشى ان احنا نكون هنفسدها كده. طيب حضرتك قلت التصاعد الغير مقبول. الجزء الشق الاخير واللي بيتم النهارده شيء بشع لا يقبله انسان ولا مسلم، لان الفلوس دي فلوسنا، الاموال دي اموالنا، الشرطه اللي بتتضرب ما دول ولادنا، حتى العيال اللي اصيبوا دول ما دول ابنائنا. اللي حصل ده لا يرضى عليه احد ويشير تساؤلات كثيره بس جدا. اللي اتقال دلوقتي فيه بعض التنبيط، ان كانت هذه كلمه فصحى، على قوى سياسيه ممكن يكون لها مصلحه في اثاره شغب واسع المدى، وكان يكون عندها امل انه ما حدث في المحله قد ينتشر في ربوع الجمهوريه. ما هو يعني قد يكون قوى سياسيه دعت الى هذا، بس يعني الامر مش مهيئ. مصر لسه ما وصلتش للمرحله دي اللي نتمنى ان هي تصل اليها. بس في نقطه مهمه جدا، انا وجهه نظري بحلل بقى الشق المدمر المؤسف اللي حصل. في شقين، مجموعه من الغوغاء والناس اللي طالعه ملهاش عقل دي يعني مش، وفي بقى البلطجيه اللي هم معروفين في المحله بياخدوا الناس اكل العيش، طوابير العيش بياخدوا البتاع بيستخدموهم ضد الشعب في الانتخابات. دول بقى دخلوا نهبوا المدارس، دمروها، حرقوا الاتوبيسات، كسروا المحلات، خدوا اللي جواها، خدوا اجهزه كمبيوتر من المدارس. وده شيء ده ناس بقى ايه جت فرصه نهب بقى. وهذا انا بقول ان هذا طبعا لا يرضى احد، وامر له خطورته شديده جدا. ليه بقى؟ لانه مع خطورته على البلد وثرواتها في خطوره اخرى، ان ده ممكن يبقى راجعه عن موجه التصاعد الاجتماعي السلمي المتحضر المحترم اللي هي الكل بيأمل فيها ان تؤدي الى حراك والى فوائد سلميه هادئه للمصريين جميعا. نعم. حتى لا يتكرر ما حدث في المحلة الكبرى كان يجب أن نقدم هذه الحلقة، وحتى لا يتكرر يجب أن نستمع وننصت لبعض الأفكار أو فكرة أو اقتراحات من أين نبدأ. مهندس سعد الحسين، اتفضل. هو يعني اللي حصل ده للأسف احنا كان متوقع، بس مش الجزء العنيف الرهيب ده. انا في مجلس الشعب
بعد ما حدث في انتخابات المحليات. انتخابات المحليات دي بتتكلم عن ايه؟ الناس هتخش تبقى وسطة بين التنفيذيين وبين الشعب عشان العيش، عشان الاكل، عشان المجاري، عشان التعليم، عشان الصحة. يعني لا هي سياسة ولا هي سلطة ولا اي حاجة. ومع ذلك تم يعني ايه 29% بالتزكية. هل يعقل؟ فاحنا ايه، وبعدين صدر احكام قضائية كتير جدا 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 بالالاف، برضه تم عدم الاستجابة ليها. فقلنا في مجلس الشعب يا عالم، يا جماعة، يا عقلاء هذا البلد، انتوا مودين البلد لفين؟ انتوا مش مدركين الناس مكدودة وجعانة، وكل هجم على هذا ان في غضب، في جوع، في غلاء. فاحنا قلنا يا اخواننا يا نجلس، فين العقلاء؟ نجلس سويا ونتحاور، واللي حدث وكل ما نخشاه، وده اللي خلى الاخوان حضرتك مش متخيل او مش متوقع انه بعض اللي بيستمعوا ليك دلوقتي يقولوا انه ده خطاب تحريضي، انه او كانه بيسوق اعذار لما حدث؟ ابدا. انا بدات اسوق، هو ده حد يرضى عليه انسان في ذره وطنيه؟ ده امر متفق عليه ما فيهاش جدال. لكن احنا بنقول اللي حصل في المحله ده درس لنا كلنا يا جماعه. يا اخوانا ما هو ده لو حصل في كلنا بنخسر بهذا الشكل. يا اخوانا يلا نقعد كلنا نقول اللي حصل المحل ده حصل ليه بدقه وبامانه وشرفيه. البلد بلدنا كلنا، واللي هيخسر كلنا، واذا غلط هنغرق كلنا. في حاجه حصلت في مجلس الشعب بخصوص المحله؟ يعني اي خطوه؟ لا انا ما لحقناش، ده هو لسه مجلس الشعب فيش انعقاد دلوقتي. ما حصلش لسه احنا لسه حصلت، واحنا دلوقتي في فتره ما فيش انعقاد. عملنا طلب مناقشه. فاحنا يا استاذ هنا انا بقول بس ايه، يعني الدرس ده يجب كلنا بجد احنا نقف عنده، ما نسطحش الموضوع. لا نقول هو درس للجميع. للجميع طبعا. ما نقعدش بقى نقول ايه ان لا ده هم البلطجيه بس. ده صحيح هو جزء بلطجيه، ده الغوغاء بس هو الصحيح جزء غوائيه. هل ده الغلاء بس هو شك فيه غلاء. هل ده قوى سياسيه متربصه؟ لابد كله يتحط على الترابيزه وكله يشارك في حوار مجتمعي طيب عشان نستفيد، لان ما قلت كلنا هنغرق. يعني ما فيهاش اقصاء دي بقى يا جماعه. هو اللي اتكسر ده له اموال الحزب الوطني ولا اموال الاخوان ولا اموال المسلمين والمسيحيين، اموالنا كلنا. اللي اصيبوا دول ابنائنا كلنا. شيء نعم. انا شفت ضباط الشرطه صعب جدا، هو حتى ضباط الشرطه وكذلك المواطنين اللي بنضربوا. فده لصالح مين؟ ده لصالح مين؟ يجب ناخذ جميعا. طيب حضرتك البدايه هي حوار تدارس اللي حصل بصراحه حوار مجتمعي شفاف.